هاجي كده عند اللون البرتقاني واغمق. كده لا شغله غلط، دي كده شغله غلط. تاني، بسم الله. لا نغمق كمان، نغمق كمان. انتهينا، فاضل شوية واشتغل بالاسود فيه. ماشي، ممكن نخفف كده ونخفف شوية. تمام، قبل وبعد. تمام. اكتشفت الأخطاء دي امتى؟ اكتشفت الأخطاء دي لما قمت واتسحرت يعني، وكل سنة وانتوا طيبين. فابتديت اكتشف ايه أخطاء جديدة. فانت مهم جدا ان انت تروح تريح عينك 5 دقايق، وتقف في مكان فيه نور كده وهادي، وترجع للتصميم تاني. تمام. تمام. طب بيتهيألي يعني دي حاجة كل الناس متفقة عليها، فمش محتاج ان انا اقولها لك اكتر من مرة يعني. ماشي، لينا نقفل بس كده ونقفل الواتساب الغريب ده. بعدين لا عايزين نتقل اكتر. ايوه ايوه، ده اللي انا كنت عايز اوصله من الاول اصلا. خفف شوية، ممكن نمسح هنا شوية واحسن من الاول. ماشي، ممكن نخفف شوية بس كده كويس. خلينا بقى نرجع كده للسكتش اللي كنت عامله. كان فين بقى؟ اهو. ماشي، انا بس ايه هاخد لا لا لا، ماشي ماشي، زي ما انا نرجعها تحت تاني، تحت خالص، تحت الحاجات دي كلها، تحت الحاجات دي كلها اهو، هنا اهو. ماشي، هنعلي الاوباسيتي وبعد كده هنعمل السبلاش. السبلاش بفكر اجيبه من صورة قديمة اللي هي بتاعت سبيرو سباتس، مش عارف بتتقال ازاي. ماشي، انا غالبا حاطط الصورة هنا غالبا. اهي. يلا بينا. نقص الجزء ده وهي هنعملها سكرين طبعا، ونحاول نعلي الإضاءة. بس طبعا في ناس بتحط السبلاش لونه أبيض. تعال نشوف كده في الريفرنس، هل انت شايف السبلاش لونه أبيض؟ الإجابة هي لأ. انت السبلاش ده بيكون قريب من لون، أو يعني بيبقى بلون العصير أكيد يعني، مش محتاجة يعني. ماشي، فهنحاول بسم الله نلونه. طبعا في مشكلة، وهي ان العصير ده مش غازي، مش مشروب غازي، فهو مفهوش الحتت الشفافة دي. فاحنا هنلغي الصورة دي خالص. يعني بص كده هتلاقي زي ما انت شايف كده مفيش حاجة شفافة، مفيش حتت شفافة. تمام، ده اللي احنا هنعمله. هنروح على فريبك ونكتب اورنج سبلاش، وانا وحظي بقى.
ايوه، اللي هو بالشكل ده زي ما انت شايف كده. ماشي. هل بقى هلاقيه اهو. ادي واحد، اتنين. خلينا بس نحمل واحدة واحدة عشان منتهش. ادي واحد وادي اتنين اهو. في حاجات حلوة اهي والله. تلاتة. ممكن نعمل دي وراهم بالظبط بحيث تعمل فريم للصورة، يعني يبقى التركيز على التصميم جوه اكتر، مع ان يعني التصميم مش محتاج حاجة زي دي خالص يعني. بس اهو، خلينا نجرب. يلا خلينا نبتدي بدي. هو انا للاسف مش عارف البتاعة دي بتتقص ازاي، فهجرب. ممكن اعمل كده. ماشي. طب ما انا بعرف اهو. امال مالك. لا، هقصصها قصة زي الزفت. مش هنلاقي لها حل دلوقتي. او يمكن عشان كنت حاططها على خلفية بيضة فمش عارف. مثلا كده. خليني اجرب طريقة تانية. هل لو مثلا عملتها على بلند مود هتنفع؟ لو عملتها كده الإجابة هي لأ. طيب أكيد في طريقة تانية، اللي هي دي. أصفر. لأ، في طريقة تانية من التشانل كده. متهيألي دي أكتر واحدة منطقية يعني. متهيألي دي أكتر واحدة منطقية. يعني بفكر ما اعملش نوعية السبلاش دي. خلينا كده نجرب صورة تانية يعني. ايوه دي. اعتقد ان انا هستخدم دي كذا مرة. كده مثلا. ايوه مثلا ممكن حاجة كده، وبعدين نغير اللون شوية نخليه رايح على البرتقاني. ايوه جميل.
طبعا زي الزفت، واللون الأبيض ده زي الزفت برضه. فهل من الممكن إن احنا نعمل كده؟ هو كده كده مش باينة من بعيد. وتاني حاجة هنعملها بلور. فمش عارف والله. في طريقة تانية يا سيدي، هي ان احنا نجرب نعمل gradient map. اوكي نختار لون كده، بس هنعكس يعني ريفرس. ماشي كده. فدي خلت الأجزاء البيضاء ملونة. ماشي. وممكن على فكرة نكررها، بس نمسح شوية حاجات يعني. كده كده. ممكن نخليها كده عادي. فكده زي ما قلنا نحاول نمشي مع الحاجات دي. بفكر استخدم ده برضو عادي، بس مش كله. يعني هستخدم منه حتت صغيرة خالص. يعني مثلا الحتة دي. بعدين هلونها. مش عارف في ايه، ملونة ولا ايه؟ لا، لا خالص يعني. نجرب. لو بقيت هنا مثلا، ممكن وبعدين هنمسح الحتت دي كده مثلا. بعدين نفس الكلام الناحية التانية كده.
ماشي. كمان الباقي هيبقى بالظبط. هيبقى واحدة كده، واحدة كده. معلش انا باكل وانا شغال، فلو في صوت اعذروني. نتسحر بقى وبتاع، فممكن كده هون كفاية. مش عارف هل يكفي. بيتهيألي في حاجة بس عايز اعملها قبل ما نبتدي، قبل ما نكمل، وهي اني عايز اجربها يعني. هرسم نقط، هرسم نقط كده اهو، يعني هتعرفوا ليه بس مش دلوقتي. ثواني، واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، وبعدين هدمجهم مع بعض. فلتر، بلور، راديال، بلور، زوم، بيست، اعلي على اعلى حاجة. اوكي. ها يا عم بتحمسني كده ليه؟ خلص. ما فرقتش قوي، خلينا نطلعها بره كده. ما فرقتش. طب يعني اجرب كل واحدة لوحدها مثلا. لو عملت كده لا. اه ما علينا، هنجرب طريقة تانية. نجيب دي عند البلاك سكرين، سمارت اوبجكت، وبعدين ريندر، لينس فلير، وبعدين هنستخدم دي. مش عارف المفروض بقى تبقى قد ايه، مش عارف. لا لا، بعيدة خالص. ما علينا، هندخل على انسبلاش، اوفرلاي، ممكن نستخدم الصورة دي او دي بفلوس دي.
جرب فريبك. ماشي، احسن بكتير. ممكن ناخد دي. مثلا ده عشان نحاول ندي عمق للصورة. خلينا نخفف الحاجات دي. كل ما نضيف حاجات ورا ونعمل لها بلور هتخلي التصميم 3D اكتر يعني. فممكن نضيف صورة كمان. اللي هي دي ممكن برضو دي بفلوس. ممكن كده. مثلا وهنبتدي نمسح بس من النص كده. هنعمل بلور برضو. هنخفف. ماشي. بعدين عايزين نضيف حاجة شبه دول. طبعا انا مش عارف اكتب ايه عشان اجيبها، فانا هرسمها. تعال نجرب. طبعا فكرتها بسيطة خالص. هناخد اللون ده كده. بعدين اللون الفاتح. هنقفل اللاير من هنا عشان نشتغل عليها مرسمش من برا يعني. تيجي
لون ابيض وابتدي دي لسعة الإضاءة بتاعتي يعني. ماشي، ممكن نعمل بلور خفيف كده بس. هنعمل الشكل كله بلور برضو، وبعدين موشن بلور. برضو عشان نضيف حركة اكتر فهنعمل دوبليكيت لللاير من ورا وموشن بلور تاني بالظبط. وكل اللي هنعمله هو دوبليكيت. برضو على الخطوط اللي انا عاملها دي بس كده كفاية. ممكن نضيف واحدة هنا، واحدة صغيرة خالص، واحدة أكبر واحدة فيهم بقى مثلا. مش خلينا بقى نغمق الحواف دي، الشرايح دي يعني. مش هنغمق دي قوي، بس يعني ممكن نعملها كده اهو، نديها لون. وممكن نعمل بلور خفيف، ممكن نعمل نفس الحاجة، نعمل دوبليكيت بعد كده نعمل موشن بلور مثلا. دي هنغمقها قوي برضو، نديها لون. ونفس الكلام نعمل دوبليكيت من تحت، موشن بلور مثلا. وهنا هتبقى اكتر واحدة واخدة بلور واكتر واحدة هتغمق كده. وعلى اللاير اللي كنا عاملينها عشان نزود الالوان اللي في الصورة هنعمل نفس الكلام برضو. الحتت دي نفس الكلام اهون، وممكن على الاطراف دي بحيث ما تبقاش غامقة اوي. ماشي.
ماشي. في واحدة صغيرة انا نسيتها تحت، بس الزاوية بتاعتها محتاجة تتغير، تبقى كده عشان المنظور يعني. ماشي. بلور، المفروض دي عشان بعيدة فأكتر واحدة هتاخد بلور برضه. ودوبليكيت من تحت، وموشن بلور. ممكن نغمقها شوية كده مثلا. حلو. احنا ممكن نقفل التصميم على كده، وممكن نضيف شوية حاجات، بس ما عنديش فكرة ايه هي. ممكن نزود هنا البلور شوية. كده مثلا. نفس الكلام هنا، ونفس الكلام هنا. ممكن ايه كمان، محتاجين نغمق دي شوية. ماشي. وبتهيألي ممكن مثلا هي دي صورة ملهاش علاقة باللي انا عايزه، بس هتنفع. ممكن ناخد الحاجات دي كده هو مثلا. طبعا اشمعنى اخترنا الصورة دي، لأن هي مية ومش شفافة، فعشان كده هي مناسبة لصورة العصير. طبعا برضه أنا لسه بجرب، أنا لسه مش عارف هتنفع ولا لأ.
يلا، يا تنفع يا ما تنفعش، نجرب. هتنفع. تنفع، بس فيها مشكلة صغيرة، وهي ان انا لازم الون عليها. يعني محتاجة اني اعمل كده، عشان كده ممكن ما تنفعش خالص. بس ايه، ممكن. طبعا هو كده مش هينفع. هنجرب اخر حل ان احنا نعمله لور. نفع نفع، ما نفعش شكله نفع. بس كده نفعت. هل اعمل كده مثلا؟ مثلا شغال. بس هقفل التصميم الحلقة الجاية. عايز اعمل حاجة هنا بس خفيفة، وهي اني عايز اغمق اكتر بقى. مش عارف هل ده صح ولا ايه، بس يعني شايف ان هي محتاجة تتغمق اكتر اكتر. كفاية كده ولا ايه؟ ما يمكن تطلع الكنزة هي اللي عايزة تتغير، صح؟ هي اللي عايزة تتغمق قصدي. ممكن. مثلا بس كده. ثواني. عايزين نفتح دي شوية. تبقى صفرة مش برتقاني. بس كده. كده ناقص ان احنا نعمل الايديت بتاع الصورة. ماشي. يبقى احنا هنعمل كده هون. هنعمل حاجتين. اول حاجة الايديت بتاع الالوان، وبعد كده بص في الديتيلز هنزود الشاربن. ماشي. ونعلي الراديوس والديتيلز، وممكن نقلل النويز، يعني مفيش نويز كتير. في البيزك ممكن نعلي الكونتراست شوية. الهايلايتس ممكن نخففه. الشادو نفس الكلام. الوايت ممكن نعليه شوية. البلاك ماشي. كلاريتي
ندي هيز. ماشي. temperature ممكن لا ملهاش لازمة أوي. ممكن على الفايبرنس برضه مش أوي. color grading اوكي. تصميم أزرق ممكن، مش عارف، محتاجة. هي بتدي عمق شوية بس يعني مش، لا حبذا، لا أحبذ قصدي. لا مش color mixer. في الهيو ممكن نخلي الأحمرات دي برتقانية شوية بدل ما هي محمرة قوي، ولا نخليها محمرة أكتر؟ لا نخليها برتقاني. الأورنج ممكن نخليه، الأصفر قصدي نخليه هو اللي برتقاني. الأزرق زي ما هو، زي ما هو، ممكن زي ما هو زي ما هو. نيجي عند calibration. ممكن نخلي الأزرق، ممكن نخليه زي ما هو. ايه رأيك؟ أنا مش عارف عايز اوصله لإيه. بس مش حاسه، حاسس ان في حاجة غلط بس مش عارف ايه هي. ماشي. هنزود مش عارف دي اسمها ايه. نعلي الفيزر شوية، نغمق لا كفاية. ممكن نعلي الجين ده شوية. هي بتدي ايه، بتدي نويز للصورة كده، بيخلي شكلها لطيف. ممكن نقلل السايز كده، رفنس مثلا. حلو جدا. ماشي. ممكن نقلل النويز دي شوية. قبل وبعد، قبل وبعد. ماشي. بعدين عند البلور جاليري هنفتح الايرس بلور ونحاول بسم الله. ايوه هنجيبه هنا ونقلل دي شوية. يعني عايز البرتقانة دي تبقى اوت اوف فوكس، يعني فيها بلور خفيف. ماشي. وعايز ابعده خالص عن الكنز. ممكن نقلله هنا، حلو قوي. ممكن نسحب دي من جوه. كده احسن، كده احسن. هيت اوكي، ولا اسمها بريس اوكي.
بعد كده ممكن نقلل من هنا شوية بس. ممكن نستخدم البلور دي، نخففها من هنا ونعمل على الحاجات اللي احنا عايزينها برضو اوت اوف فوكس. يعني الحتة دي مش عايزة اصلا تكون واضحة اوي كده. ماشي، نفس الكلام هنا، نفس الكلام. وهنقلل برضو الاوباستي شوية وبس كده. اشوفكم في رعاية الله.